أهلا بكم. قاد ليونيل ميسي العائد من الإيقاف فريقه برشلونة إلى الانتصار على إشبيليا بثلاثية نظيفة في الكامب ناو في قمة الجولة 30 من الليغا. هي المباراة التي كان من المفترض أن تكون صعبة على برشلونة. الخصم هو إشبيليا الساعي لاستعادة توازنه بعد 5 جولات دون أي انتصار. إنيستا أساسي في التشكيلة، وميسي عاد بعد الإيقاف بقوة وقاد هجوما كاسحا بدأه بتسديدة ارتدت من العارضة. تحركات كتيبة سان باولي القليلة كلفت بيكيه بطاقة صفراء خامسة هذا الموسم ستبعده عن المباراة القادمة في الوقت الذي أضاع فيه إنزونزي الفرصة الوحيدة لفريقه. ميسي واصل قيادة الهجوم وانطلق من منتصف الملعب ممررا كرة وصلت إلى سواريز، وإليكم الهدف. هدف سواريز الذي جاء في الدقيقة 25 أخرج إشبيليا من منطقته، فتلقى هدفا ثانيا بعد 3 دقائق من مرتدة سريعة. واحتفل ليو برسم شعار الحملة التي تهدف لجمع التبرعات لمكافحة مرض السرطان. هدف لم يكن كافيا للنجم الأرجنتيني الذي ضرب مجددا مسجلا هدفه 29 في مرمى إشبيليا في مختلف المسابقات ليصبح الفريق الأندلسي الضحية المفضلة للابولغا. ثلاثية لم تمنع البلاوغرانا من مواصلة الهجوم، وكاد ميسي يوقع الهاتريك لكن ريكو صحح الخطأ الذي ارتكبه. حاول إشبيليا حفظ ماء الوجه فسدد سرابيا، لكن تيرشتيغن تصدى في المرة الأولى والثانية، ومثله فعل ريكو أمام انفراد الكاسير. مصائب إشبيليا ازدادت بطرد فيتولو في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية، لتنتهي القمة بانتصار لكتيبة إنريكي التي تخلصت من أحد أقوى الخصوم هذا الموسم، ووصل برشلونة إلى 69 نقطة.